السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل اي حاجة هنصلي على الرسول ونشوف غدانا ايه النهاردة. غدانا رز بسمتي وبانيه، طريقة سهلة جدا، اسهل مما تتخيل. يلا بينا على الطريقة. معانا بصلتين كبار، معلقة كبيرة من توابل الفراخ، معلقة ونص او معلقتين صغيرين من الملح، وبهارات عادي خالص، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. هنقلبهم مع بعض كويس جدا. وعلى فكرة يا جماعة، لو ضفنا معلقة من دبس الرمان في تتبيلة البانيه بيبقى خطير جدا. هنركنهم على الأقل خالص ساعتين على الرخامة، مش في التلاجة. الحاجات اللي بتتبل لو دخلناها التلاجة متشربش بسهولة، تدخلها امتى؟ لما يكون فاضل لها يوم. هنا معانا بصلاية هتاخد معانا اللون الأصفر أو تدبل زي ما بنقول. معانا هنا لومي وعود قرفة وحبهان. نزلنا بالرز تقلبتين 3، ومعانا توابل رز البسمتي من العطار اللي احنا بنجيبها العادية خالص. بس طبعا الحبهان واللومي وعود القرفة ده لما بينزل مع التوابل دي بيدي طعم تاني خالص. هنا يا جماعة الرز البسمتي عشان يبقى طريقته ناجحة معاكي، كوبايتين الرز لهم 4 كوبايات مية. معانا هنا الفيجيتار عادي من عند العطار، بضيف عليه معلقة من الدقيق. ضفت 3 أكياس من الفيجيتار اللي هو الأكياس. بنضغطه كده. طبعا انا حطيت بيضتين بعد ما شلت البانيه من التتبيله. حطيت بيضتين ربيتهم كويس ونزلت بيهم على قلبت فيهم البانيه كويس. اهم حاجه تغلفيه كويس بالشكل ده. البانيه انا ما بطلعوش على مناديل، بيضطر لازم تطلعيه على حاجه زي كده.